محاذاة ما قدمته كثيرا عنه كل 21 هنتعلم. يلا كابتن نادر. معك مكتوبين كابتن سيد ابو خلد مع كابتن نادر الكشاف. بس الفريق يعني كنا قلنا مع بين الشوطين اللي كنا هنحتاج نمشي كابتن نادر الكشاف تدريب المباراه. تحياتنا الى فريق الجيل اللي هنكون نفسه ورا معدي الواحد اثنين قطعها معينه لكل مره ثانيه الجيل والشرطه ودون شرط جميل هو التسديدات كبير يا قلب الأسد. هذه كورة على المسيح العب ويكون يفتح عد فاهمين كل مكوناتها بكل همسة بكل لمسة بكل نزعة بالآغاز باللمسات. ارفع عينك وافتح ناس وافتح صعوبة يلا كل طاقة هتهد أنزل من المطار حتى يكون يخرج منين تلاقي برضه المساء ويقرأ التنقى واحد يتدخل الثاني والوقت وراه هي دمارات خلف الغاية ويصير عن المشروطين ويصير المعاصر وهو يخطر الله يكفر شعبان الأسد. وكابتن محمد الربي ومخرج الروائع كابتن عمر السيد الاثنين اكيله بعيده بين عن باسم الجامعه المعروف ويعتبر وكابتن طرف تقريب النساء يقدم كل الشان لكل استاذه البيت منها من جماهير هذه الاسرائيليين ورؤيه الذكاء اللي حصل بيها وكابتن كده كابتن شمس صوروا انت عملت كابتن توفيق ابو ريشه في الخط تدخل الناس خط رجلي فتحت رجلي الكوره وطلعت بره ضربه الضمه. كابتن فتح من ناحيه الكوره وطلعت بره ضربه الضمه. كابتن فتح من ناحيه بالزمن الخشبة والمليان كل يقولونه عبد الله حجاج وضع طريقة كابتن فريق المقدم مش رجله الخارجي ولو الهدف بس رجله كتجيب هدف بعدما يقدر هدف استطاع ان هو يحرز عبد الله حجاج هدف وتقدم به فريقه وضع فريقه في المركز الاول ونفسه في المركز الثاني وهي عبد الكراسي الموسيقيه يستمر ما بين الفريقين وكره ملعوبه والله يا راجل على طول
ملعوبة مرة ثانية ياخدها عبد الله حشاش صاحب الهدف الكرة ملعوبة أحلى الإجابة اليسرى لفريق لكن ما فيش حكم مش مكمل عبد الرحمن ابو شرف مع حارس المرمى ريسو المتالق بالخطابات والاثنين متالقين حتى الان وفي الخلفه صلى عبد الغني لكن لسه في اخلاق الجمله تتنفذ في منتصف مناطق فريق صدر الفرنسي عليهم بقى الثلاثي محمد عجالة ومصطفى ورمضان جابر اللي هم الهدف لسه في اخلاق الجمله تتنفذ في منتصف مناطق فريق صدر الفرنسي عليهم بقى الثلاثي محمد عجالة ومصطفى ورمضان جابر اللي هم الهدف لسه بقول أرساء مروان كساب تجمع علينا كابتن فريد ثم يحضر الجزء الثانية مروان كساب الحديث رقم 7 كابتن فريد السابق على الغرب ربما أن واحدة تعمل إيه؟ سبق الله للنبي بس عميق محمد يسوع إذا أردت أن تذهب إلى السجن فلا تذهب آتي إلى هنا هنا مسرح المتعة والإشارة هنا مسرح المتعة والإشارة يا سادة إيه المنع إيه الإشارة إيه المتعة في العرض وتغشر على كل شيء إخراج أحداث الشرطة لا وقت بدل الإعدام واحتسبها كف الورد ملعوب على كده يطلع على كده محمود عطوة تصل لحارس المرمى ومروان كساب والسلام ايه تصرف مروان كساب وخط الدور قافل كويس قوي على عبد الرحمن ابو شنب وعمرو خالد ابو شنب يبدو ان هم الثنائي خلى فيه جد كبير جدا ما بين خط الوسط والمهاجم ورمي التماس العبوها طويله من اعلى نقطه ياخدوها على طلع طريق كده تصل للجهه اليمنى تخبط مره ثانيه واخدوها وعدى على طول واحتفظ بالكوره كتير جدا مروان كساب مروان حطها الارض كده لحشاش وعشان ملعوبه تطول وياخدوها مره ثانيه ضربوا كمان يا سلام الطالب لا طلب بالخط بتقدمها بهدفين والتأخر لفريق كفر السنة بدأ ضربة حرة كسبة كابتن محمد عندي من الجبل يمنى لفريق كفر السنة العبد الشمالي أسلمت فيه الجوزة بتاعته وخطات من تبدأه هنشوف الشرف فيها ازاي إما بشدة من فريق كيف وصل إلى المنصة انت حلوة يا راجل مش عايز بتاع وعايز يشترك في المرمى لكن عامة هذه كانت الخلاصة من العيد وتطول العيد على كل كابتن كده شغل كابتن تغيير ونوقف على الفضل وعسى ربنا كفاية المدرب عنده لعبته واحنا بنقول كلامنا لكن كل المدرب هو صاحب الرأي الأمير انما كلامنا كحامل وأساحة مدين لما نراه نحن هنا في صلاة الرجعة معد على كل مشاهد ومعد مخافة ورايح رب عمرو لكن عبدال عمرو يلا عمرو عبد الله يبدأ عبد الله يبدأ الولد حشاش صاحب الهدف الاول ويغير الكرة الى فارس مرمى كفر السنة بتاع عبد الله عبد الغني على طول عبد الله طويل اليمين من عيدها مرة ثانية ياخدها كساب ترجع لكفر السنة طويلة ولا غلطة الأتاحة الولد يا سلام بنعلمها ياخدها وتطول يرجعها عبد الغني عبد الله عمل ايه؟ ابو شمس عبد ايه يا عم الولد نهاري لعيب قوي حتى حلو يلا عبد الرحمن يلا يا راجل بقى يلا لا يا عم انا اشك بيك يا عم لعيب كويس بيلعب برجل الشمال كابتن سيد حلو لكن عايز اشوف الترتيب انا عبد الملك وضعوني في المقدمه في المركز الاول كابتن انور الصوبه ما عرفش الكاميرا بتجيب في الضلمه ولا كابتن انور كابتن وجدي عليه طبعا استمرار هذا اللقاء
حلوه 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 يلعبها على طول محمد مبارك يلعبها في الجبهه اليمنى لابو شنب، وابو شنب محطوط على طول محمد سعيد، وسعيد كمل صفر الثلاثه عطوه محمود عطوه ترجع لابو شنب عمرو ومعاه ايه ضربه جزاء واضحه باينه ضربه جزاء وياخدها عمرو ابو شنب اللي هو رايح ضربه جزاء يحتسبها كابتن محمد وجدي واثق من قراره تماما، وضربه جزاء هل يعود فيها فريق كفر الشام صلاح التقدم بها على طول. هنشوف من محمد مصطفى خلاص على التنفيذ محمد مصطفى. هنشوف يوم الاول مصطفى والكهرباء عادل. شكرا كابتن طارق عمل كل الجهود لعودة التيار الكهربائي عبد الرحمن ويخرج الهدف يعود به كفر الشمس، ولكن كان معاه ولا حارس المرمى ريكو والتقدم لعبة قوية اكثر حاجة في لعبة ضربة الجزاء تلعب مرة ثانية كده ليوسف هشام يوسف عبد الرحمن فين؟ مين المكمل؟ مين المكمل كابتن هشام يوسف هشام يوسف عبد الرحمن فين؟ مين المكمل؟ مين المكمل كفر السنة المكمل كفر السنة ويمشي لعبة الكراسي الموسيقية كابتن فايز عبد الرحمن سعيد الشنب وضع الهدف الثاني تعود لعبة الكراسي الموسيقية ويصبح كفر السنة هو الأول وفريق ستة والثاني. فريق ستة كان الشوط الأول إجابة تامة وقلنا في بداية التحليل بتاعنا كابتن فايز وستة هي المركز قدم من يعود. هنشوف فيما تبقى من أحداث هذا اللقاء والحكم المطالب كابتن محمد وليد على طول حلوة وينجر طبعا تعصير الوقت هو كابتن مجد وضع عمال يفكر له وملعوبة ضربة جزاء في الثواني الأخيرة وضربة جزاء ولا لم تشجع هنشوفه كابتن مجد جاته العنكوب وهو واقف في المنطقة وشايف وهنشوف كابتن مجد بعد ما قدم لنا كابتن طارق وحدته بأتمنى المعتادة في اليوم ولا فرقة ما بين الفريقين الاثنين لأن بعد كده الأول الثالث على الزمن الوصول لدور السلطان. استنى انشر والله مبارك على طول محمد مبارك هيعمل ايه؟ وحارس المرة عبد الله لو سددها مبارك المحطوة هي بقى نقطة الفوزة وحاجها واحدة يلا وهنشوف عبد الله مبارك لكن على طول يخرج مبارك التقدم الثاني لعبة الكراسي الموسيقية ويفتح في المركز الأول والثلاثة في المركز الثاني 3-2 في هذا اللقاء على طول مرة تعالوا عايز أقدم الثلاثة ثم تبقى من ثواني هذه المباراة مرة لا مالكش على فكرة